هنا تقع مدينة جمنة من ولاية قبلي التي تعود جذورها إلى القرن السابع للهجري، وتوجد بهذه المدينة آثار رومانية قديمة وفق ما ذكره بعض المؤرخين بأنها كانت خط روماني. جمنة بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة بعدها نون فهاء تأنيث ساكنة، أو جمنة بكسر الجيم كما ينطقها العوام. يعرفها المؤرخون بأنها بلدة بصحراء الجليد من عمل إفريقية، اشتهر أهلها بالعناية بالقرآن الكريم حفظا ونسخا وتعليما. وهذه البلدة يعود نشوؤها أو ظهورها إلى القرن السابع الهجري 600 وش. وهناك آثار رومانية قديمة، يذكر بعض المؤرخين أنها كانت خط روماني لوجود أعمدة وتيجان رومانية. اشتهرت مدينة جمنة ببناياتها الجميلة والمتكونة من الطين والأحجار والنخيل، إلا أنها اندثرت رويدا وباتت حكرا على متساكنها، والسبب يعود إلى البنايات المتمدنة. على مستوى الهندسه المعماريه وراح يعني اندثرت البناءات القديمه، اندثرت تماما وما عادش يخزروا لها بالعنب، بينما هي فيها يعني كنقولوا كمخزون سياحي، مخزون كبير برشا. يعني كان ينجموا يعملوا ابراج من اللي كما نقولوا احنا برج تطاوين وكذا قاعد كي تخزر له، يعني تلقى ما تخزر فيه. يعني هناك تجي وين جاي السائح؟ جاي الوتيل كيف مبني بالياجور ومبني بالسمان ومبني بالواحد. اما كتوري لي انت جدودك كيفاش عاشوا، هاو السعف نتاعنا، هاو الجليد، هاي النخله اش عندها وهاي النخله اش عملت. زاد عندنا بيوت مسقفه بالخشب في المقام تاع الشيخ جدي عبد الله الحاج، ثم بيوت مسقفه بالخشب ومبنيه بالطوب وبالجبس وتحتاج الى ترميم. وجاني المعهد الوطني للتراث هنا ودعاني الى المحافظه عليها وعدم هدمها باعتبار انها محافظه على الماده الاوليه والمسكن الاول والطريقه التقليديه.